صباح الفل عليكم، صباح الجمال، صباح العسل، صباح الهوا، صباح المية، صباح البحر. شايفين مني؟ شوف المنظر ده على الصبح كده. صلوا على النبي يا جماعة، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. احنا فين دلوقتي؟ شفتوا أنا بصبح عليكم منين؟ بالمنظر الجميل ده. بصوا عشان المنظر الحلو ده والمكان الحلو اللي احنا هنفطر فيه النهارده مع اعز اصدقائي واصدقائي الصغننين. عايزين الاول كل اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك بسرعه، واللي ما حطش لايك يحط لايك في اخر الفيديو، واول ما تتفرج على الفيديو كمان حط لايك. بصوا سامعين صوت البحر؟ تحفه. احنا الصبح الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 11. اقول لكم انا فين ومع مين وهنعمل ايه النهارده، وخليكم معانا وشوفوا فيديو النهارده. صباح الخير، صباح الفل، صباح العسل. مين معانا؟ يا جماعه متاخر عليا نص ساعه. اللي مشتركين بقى معانا او مشتركين مع غاده وعارفين غدغوده في المطبخ. ايوه بتقول لكم اهي صباح الخير. صباح الخير وصباح الفل وكل حاجه. دمتم حلوين وفي القلب محفوظين. ايوه جملتها المشهوره انا اللي اخترعتها يا جماعه. حلو والله، جميله. عايزه اقول لكم هي على الحقيقه احلى. الله يخليكي. احلى بكتير. لا وانت كده بتطلعنا وحشين جدا. طلعنا تخان، احنا مش تخان. وحشين جدا. المهم احنا النهارده اتقابلنا اول مره نتقابل مع غاده النهارده يا جماعه. ايوه. واول يوم نقضيه مع بعض واول تعارف بينا وبين بعض. فاحنا اتفقنا ان احنا النهارده نتقابل في جليم باي. طبعا شايفين البحر، المكان تحفه وجميل، والجو حر جدا اليومين دول في اسكندريه، ما ينفعش القعاد. فقلت لها ايه رايك يا غاده تيجي نفطر سوا في جليم باي؟ في اماكن حلوه جدا للفطار، بيعملوا الصبح فطار حلو جدا وكده. أيوة. واسعاره جميله جدا. يعني عايزه اقول لك امبارح كنت هنا اهم بالليل. حاجه عندي من الاكل اشرب قهوه، دماغي هتنفجر. لا ما احنا نشرب او ما بينزل مع الفطار ليمون وليمون بالنعناع، يا ليمون ساده يا ليمون بالنعناع. وبعد كده عايز تشربي شاي قهوه هنشرب يعني. فاحنا قاعدين النهارده الجو حر، انا مش قاعده في البيت والله، لا قاعده في البيت، انا قاعده النهارده هنا. بابا قلت له انت عايزين تاكلوا؟ قال لي لا. اهو انا ماليش دعوه، انا كمان مش طابخه، مش عامله اكل اليوم النهارده. على السرير ونسيب الجمال ده، يعني انتوا يريكم كده نبقى قاعدين في الحر ونسيب الهواء والجمال ده. بصوا يا جماعه النهارده احنا اجازه بقى من البيت والمطبخ، وهنقضي اليوم مع بعض هنا من اول ما نفطر الصبح. بس احنا لكم بقى تشوفوا الفيديو للاخر، وتروحوا عند غدغوده في المطبخ، وتروحوا عندي تحطوا لايكات وتحطوا شير للقناه وسبسكرايب للي ما عملش سبسكرايب. بنحبكم قوي، ويلا نطلب الفطار ونطلع نشوف هنقعد فين. يلا بينا. صباح الفل. صباح الفل. بصوا هنا انا بفرجكم على المكان اللي ما يعرفش بس جليم باي، مع انه يعني جليم باي ده بالليل عايزاكم تشوفوه تلاقوا زحمه موت، مش هتلاقوا فيه مكان اصلا. ده كان عشان بدري والصبح والساعه 11، وفي ناس بتسهر بالليل فبتصحى الصبح متاخر، وكمان كان الجو يعني شمس وحر، فمحدش بينزل في الصيف في الجو ده. لكن في الشتاء لو الصبح هتلاقوه زحمه برضو موت، لان في الشتاء بيبقى الجو تحفه، واللي عايز يقعد يفطر ولا اللي عايز يشم الهوا الصبح ده فبيبقى الجو تحفه. فالصبح الساعه 11 والساعه 10 والساعه 9 بيبقى مليان ناس. اما اليومين الحر دول تلاقوه بالليل اكتر، الزحمه بتبقى اكتر بالليل. اللي ما يعرفش جليم باي ده لسان جوه البحر، او بتعملي ايه يعني عرض البحر جوه. بس بعمل ايه؟ بتاخدي مناظر هنا مكان التصوير. ايه رايك؟ الشمس بقى احنا الصبح لسه، مع ان الصبح الساعه 11 لسه جت 11 ولا 11 ونص. دخلت 11 كمان. طب يلا عشان الفطار بيخلص الساعه 1. تعالي طب عشان تتصوري معايا. بصوا المكان يا جماعه، شايفين اللسان اللي جوه البحر ده مليان كافيهات ومطاعم بس، يعني ما فيهوش محلات لبس وبتاع. الناس بتروح هناك عشان تقعد تشرب حاجه او تاكل حاجه، لكن ما فيهوش عمليات شراء ابدا. يعني مش مول هو ان انا اروح اشتري، او في محلات لبس او محلات اي حاجه تشتريها، لا، مكان او محلات كلها باسمائها وانواعها، فوق وفي تحت ارض خالص، في الدور تحت الارض خالص، سوري اللي هو الدور التحتاني يعني، والدور اللي فوق، وبعدين الدور اللي اخر دور اللي هو فوق على الروف. مطاعم ومحلات اكل بس، سوري مطاعم وكافيهات بس. هنا انا وهالة لقينا المرايه واحنا طالعين داخلين عند فيتو ده من الاماكن الحلوه انا بحبها. او احلى حاجه في الاماكن دي ما فيهاش خدمه، ما تدفعكيش خدمه وضريبه. يعني في محلات كتير قوي بعد اسعار الاكل تروح منزله لك بتاع 150 او 200 جنيه، يقول لك دول
بتاع ده خدمة والضريبة. لا، المكان ده ما بيعملش كده خالص والله. يعني دفعنا بس الوجبة 70 جنيه، والمشروب الايس كوفي او تقريبا ايس لاتيه كان ب120 جنيه. وده سعره انا في كل الاماكن، حتى لما روحت المصيف في مارسيليا كان سعره 120 جنيه برضه. انا بقى كنت مع غادة زي ما انتوا شفتوا، او صاحبة قناة غدغودة في المطبخ. هي انسة ومحترمة جدا ومتدينة، واحنا اتكلمنا مع بعض وتعرفنا على بعض، وبقالنا فترة بنتكلم في التليفون وعرفنا بعض كويس قوي. هي ارتاحت لي وانا ارتحت لها، ما تقابلناش كده على طول الا لما اتكلمنا كذا مرة، واتعرفت عليا وانا اتعرفت عليها من خلال القناة ومن خلال الواتساب ومن خلال التليفون. فطلعنا بعد فترة، يمكن بعد شهر كده واحنا بنتكلم، فما تعرفناش كده على طول يعني. بس فهي لقيتها بنت كويسة ومحترمة وحبيتها قوي وهي ارتاحت لي. بس قال لي يا ليمون يا ليمون يا شاي اللي بينزل الارض. خلاص ما مش عايزه حاجه وانا هبقى نزل لها ماشي شاي. ممكن خلاص شاي؟ واحد ليمون بالنعناع وواحد شاي. خلاص ماشي. ليمون بالنعناع آه. جدا. أنا ثانيا بحبه بس الشاي بعد ده لازم، الغدا، الشاي لكن اساسي معايا في الفطار. ليمون على لازم. الصبح بيبقى صعب قوي بصراحه. بيهبط. بس بينزل الضغط هسيب لكم شويه. اللينك بتاع طنط في اول تعليق مثبت عشان تخشوا تتفرجوا على بقيه الفيديو هناك. يعني انتوا تتفرجوا هناك وتتفرجوا هنا عشان تشوفوا تصويرها هناك والتصوير هنا. فتخشوا بقى كده تحطوا لها لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا بقى حبيتونا مع بعض مش ولا عارفة. لا. ان شاء الله بقيت تبقى غير فتحة أنا خير بقى. علينا ووجودنا مع بعض، واول مره نصور فيديو مع بعض، واول مره نتقابل، واول مره نخرج، واول مره هنفطر مع بعض. انا كنت باجي على طول افطر بصراحه، بس بحب قوي الفطار الصبح هنا. لا بس القعده انا ايام جميلة الشتاء، بصراحة. يعني في الشتاء احلى. ليه بقى؟ المكان مفيش اسمه إيه؟ الحر والجو، مفيش شمس الجامد، فالجو بيبقى دفى وحلو، في الشتاء بيبقى وبتشوفي أحلى. منظر ايه، نفطر نفطر سوا. سوا. فاحنا في جليم باي بنفطر على البحر، وانا وريتكم المنظر قبل ما نطلع طبعا. بصوا بقى هنا يا جماعه، الفطار وصل اخيرا. يعني كنا هنموت من الجوع، انا وهي كنا جعانين جدا والجو حر، وكنا خلاص يعني. كل طبق من ده او كل سرفيز من ده بيبقى فيه وجبه كل فرد للفطار. الوجبه دي بتعمل 70 جنيه، شامله ايه؟ 2 فلافل وجبنه بالطماطم وبيض اومليت وبطاطس كده مشويه وشويه مخللات وطبق فول والعيش. تقريبا كل فرد رغيفين بينزل مع السرفيس ده. والوجبه دي عامله 70 جنيه وبدون دمغه ولا ضريبه، وبينزل معاها مشروب شاي او ليمون. والليمون بقى فيه منه ليمون عادي كده او فيه ليمون نعناع، وطبعا المفضل واللي انا بحبه وبموت فيه الليمون بالنعناع. ولو عايزين بدل الليمون ينزل شاي هينزل لكم شاي. لكن اي مشروب تاني بقى، الايس كوفي او القهوه او المشاريب التانية دي، ده بيتعمل له اوردر لوحده. فطبعا الوجبه مشبعه جدا وتكفي فرد وزياده بصراحه، لان زي ما انتم شايفين السرفيز مليان، يعني مليان بجد. احنا فطرنا واتبقى مننا اكل كمان. غدا ما رضتش ولا تشرب شاي ولا ليمون، فانا قلت لها خلاص خلي ينزل واحد ليمون وواحد شاي. فانا كنت عطشانه فعايزه اشرب ليمون بالنعناع لان انا بحبه قوي، والشاي لان انا لازم الصبح دي كوبايه الشاي ضروري ضروري ضروري. اليوم كان جميل والقعده كانت اجمل والفطار كان حلو جدا. وب70 جنيه يا جماعه مفيش ولا ده ولا قصدي سوري ولا خدمه ولا ضريبه، ولا خدمه ولا ضريبه. اللي بينزل لك الشيك زي ما هو زي ما طلبتي. 70 جنيه يعني 70 جنيه. المكان في جليم باي في منطقة جليم على البحر في اسكندرية. والمكان مش فيه بس ده في أماكن كتيرة جدا تفطر فيها. جماعة ما تزعلوش إذا كنت أنا بكتم صوت الفيديو الحقيقي أو بجري الفيديو، طبعا لأننا احنا قاعدين في مكان عام،
فهو طبعا مشغل اغاني كتير وكده، فما ينفعش ان انا صوت الاغاني يطلع عشان الكوبي رايت. فاحنا حاولنا اصلا ان احنا نقول له ان هو يطفي الاغاني او يوطيها، فهو قال ان في ناس قاعده وعايزه تسمع اغاني، فما ينفعش ولا اوطيها ولا ابطل صوت الاغاني. فاضطرينا ان انا هنا نكتم الصوت او نجريه شويه على اساس زي ما قلت لكم يعني. بس هو المكان فيه الاعلى، الدور الفوقاني خالص ده اللي هو تبقى شايفين كل حاجه من فوق، البحر والقعده، وفي شماسي عشان الشمس، والمكان بقى حلو قوي يعني. لو اخر النهار او بالليل هيبقى فيه هوا شويه، اما مرحله الصبح في عز الظهر دي اللي هي الساعه 12 لحد الساعه 2 كان الجو بيبقى صعب قوي وحر، فما قدرناش نقعد فوق، ونزلنا كملنا تحت في طبعا اندور واوت دور. احنا كنا قاعدين في الاوت دور فوق، نزلنا في الاندور اللي هو فيه تكييف ومقفول يعني. فكملنا القعده تحت بعد ما خلصنا فطار وخلصنا الشاي، كملنا قعدتنا تحت في الاندور، وفي تكييف برضو للي عايز يقعد، وبرضو ازاز مقفول لكن شايفين البحر برضو وكده. فزي ما قلت لكم جليم باي كمكان تحفه يعني، انا بحبه جدا وولادي بيحبوه جدا، مش بنستمتع جدا واحنا هناك. وكمان اماكن كتير يعني، مش عاجبني المكان ده هروح المكان اللي جنبه او اللي بعده او اللي بعده. بصوا يا جماعه، الموضوع مش موضوع ان احنا بنخرج مع مين وعشان ايه، الموضوع ان احنا هنستمتع ولا لا. انا برغم ان غادة من سن مثلا اولادي يعني اصغر مني سنا، بس والله استمتعت معاها جدا وقضينا يوم جميل قوي. وكمان قعدنا نصور تيك توك، وقعدنا نصور حاجات على تيك توك كده، وقعدنا نضحك ونهزر وكأننا نعرف بعض من سنين. فده مضمون الموضوع، ان التعارف بحد ما يكونش وراه مصلحة، ما يكونش وراه اي حاجة في دماغنا، لا والله، ولا هي يعني عشان خاطر قنوات ولا عشان خاطر الدعم ولا عشان خاطر حاجة. لا، احنا طالعين كده نغير من محتوانا، دي اول حاجة. الحاجة التانية ان احنا الاتنين كنا محتاجين نغير جو، وكنا محتاجين نقضي يوم جميل، ففطرنا في الجو، المنظر الحلو، البحر وبتاع والشاي، وهي شربت ايس كوفي، فاستمتعنا مع بعض جدا وقضينا وقت ظريف، وصورنا تيك توك وقعدنا نضحك ونهزر، واكننا والله العظيم بقالنا كتير قوي 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 عارفين بعض. هي بنت حلال وطيبة وتستاهل كل خير، وربنا يا رب يحفظها ويحميها ويبارك فيها، ويوفقها في قناتها ان شاء الله، ويوفقني انا كمان في قناتي، ويحبب فينا خلقه زي ما هي قالت، ان احنا اهم حاجه حب الناس، ده مهم جدا. من حب ربه يحبب فيه خلقه، فاحنا محتاجين حبكم ودعمكم لينا وتشجيعكم، وان احنا يكون لينا متابعين. خلصنا فيديو النهارده وخلصنا فطار النهارده وخلصنا. كان يوم حلو يا غدا. اتبسطت قوي بصراحه، غيرنا جو، بحر شكله تحفه، بس مفيش هوا. بس مفيش هوا النهارده. بصي الدنيا مكتومه كاتمه يعلم بها ربنا. يعني احنا جينا هنا الصبح قلنا عشان نحس بالجو، فيه هوا خفيف بس فيه رطوبه عاليه. رطوبه عاليه قوي، رطوبه عاليه قوي. احنا لزقنا خلاص، قاعدين برضو حاسين ان احنا حرانين، برغم ان احنا في عرض البحر، وجوه البحر. انا اتبسطت قوي واتشرفت بمعرفتك. 17 شوفونا مع بعض كتير يا رب. اتبسطتي؟ والله جدا، حطوا لنا بس لايكات وكومنتات. اتبسطتي بجد يا والله اتبسطت. بصوا يا جماعه، روحوا عند غاده اشتركوا، ان الجماعه اللي عندي يروحوا عند غاده، واللي عند غاده يجوا عندي. حطوا لنا لايكات كتير على الفيديو وكومنتات اكتر. انا واثقه ان احنا هنطلع ترند. الثقه المفرطه مش قوي، مش عارفه، انت عندك ثقه عمياء في نفسك. لا، مش ثقه، حسن ظن بالله. بيعجبني والله حسن ظن بالله، بس يعجبني برضه فيكي ثقتك بنفسك. حسن ظن بالله، حسن ظن بالله ونعم بالله، لا اله الا الله. يلا يا جماعه نشوفكم على خير الفيديو جاي، وما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب عند غاده وتعملوا سبسكرايب عندي ان شاء الله. نشوفكم على خير، مع الف سلامه. باي باي. يلا شغال كده الفيديو كأننا بنتكلم في موضوع، بنحكي في حاجه. عامله ايه؟ الحمد لله. شفتي الهوا هنا حلو ازاي؟ قولي اي حاجه بتضحكي بقى، تبقي تضحكي انت. لا عامله ايه؟ الحمد لله. بتكوني كويسه. اتبسطتي معانا انت كده، حتى انت كمان. البحر اهو، شايفين اهو البحر، وغاده اهي النهارده قاعده مع البحر ومع غاده. ومعايا غاده. هاي، عامله ايه؟ يا الحمد لله. وانا عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ والبحر عامل ايه؟ الحمد لله. يلا مش بينا. هيرد.